نشيلهم في بق سيد قشطه. الله عليك يا كلب البحر. تحذير، يا ريت ما حدش يجرب اي حاجه اشوفها داخل الفيديو ده، لان احنا بنبقى مامنين نفسنا كويس جدا 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 ساعه تصوير اي فيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا جيش الزعيم، عاملين ايه؟ ما تنسوش قبل ما نبدا الفيديو النهارده تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو ده توصلوا له اكبر عدد من اللايكات، وزي ما عودناكم اي حد بيكتب لنا اسمه في الكومنتات بنطلعه معانا الفيديو اللي جاي. ومعانا فيديو النهارده ريتاش. فيديو النهارده هنعمل 4 تحديات مع 4 حيوانات مختلفه، وهيكون معايا في فيديو النهارده يوسف بقى العسليه. احلى مسا عليك يا يوسف. احلى بيه الزعيم في الدنيا. جاهز؟ يلا بينا. الواد ده باينه هينجح ولا ايه؟ اول تحدي هنعمله هيكون مع القرد المقردن، والتحدي ده هيكون عباره عن اسمه ايه؟ اسمه انت شواجر. التحدي ده ان انت تبقى حاطط في ايدك بونبوني وحاطط في ايدك الناحيه الثانيه اكل القرد، ومهمتك ان القرد ما يقربش خالص من البونبوني وتديله الاكل بتاعه لمده دقيقه واحده. هبدا انا الاول بعد كده يوسف. يلا بينا. معانا اهو 4 كراميلات وهنبدا دلوقتي حالا. كده من البونبوني. انا خلصت، ما خدوش مني ولا واحده، ال4 هم لسه كاملين زي ما انا. هنبدا دلوقتي بقى بيوسف. يلا يوسف. اديله من اللي قص. انت عايزين ده. مش عايزين ناخد ده، بص ما عايزين ده. وفي اخر واحده وقعها. واحد كده يوسف اخدوا منه واحده وانا ما اخدوش مني ولا واحده. في التحدي ده 1-0 ليا. يلا بينا نخش على التحدي الثاني، وتاني تحدي هيكون مع علامه الشقيه، والتحدي ده اسمه يا وحشني وانت جنبي. التحدي ده عباره عن ايه؟ عباره ان انت هتلبس النضاره دي وهتحط الجزر على كتفك كده، هتحط 4 جزرات هنا و4 جزرات هنا. كل مهمتك انك تاكل اللامه الجزر من غير ما توقع ولا واحده في اي دقيقه. اللي هياكل اكبر عدد من الجزر للامه في الدقيقه هو اللي هيكون الكسبان. يلا بينا ونبدا بيوسف. هنبدا دلوقتي التحدي مع يوسف. حاطط هنا 4 جزرات على الكتف ده و4 جزرات على الكتف ده. مهمته ان هو ياكل اللامه في دقيقه ال4 جزرات دول. هنبدا اهو دلوقتي الستوب واتش الدقيقه. ايه ده؟ اول 4 مش من ايدك، من كتفك، من كتفك. الستوب واتش اهو شغال. هتاكل من كتف. انت مهمتك انك تاكلها من كتفك. الله يلا التحدي خطير، التحدي خطير. هي قرفانه منك ولا ايه يا يوسف؟ طب اكل الثانيه، اكل الثانيه. يلا وقعوا 3 وقعوا. حسبوا كده؟ لا طبعا. لازم تاكلها من على كتفك. لو اكلت واحده من على كتفك هتتحسب لك. اهي دي هتاكل. اكلت واحده من على كتفك كده يوسف، جاب واحده. فاضل لك 17 ثانيه، فاضل لك 17 ثانيه. فاضل 11 اهو. ايوه يلا. هي هتاكل، هتاكل. وقعت واحده، اكلت واحده، اكلت 2 كده يوسف اكلها 3. فاضل 3 ثواني معاك. خلاص انت خلصت خلاص كده يوسف اكلها 3 والوقت خلاص خلص. يا جماعه هنبدا دلوقتي. هي الدقيقه بتاعتي بدات. ابدا اكلهم من على كتفي. تعالي تعالي تعالي. الاحراج ده. واخدين عليا ليه؟ انت قرفان؟ استنى. في واحده وقعت منك. ها ماشي. انت اكلت منك 3 بس. ها اه. كلي. مام ما تمسكهاش بايدك. لا انت اكلتها واحده بايدك في الاول عشان تشوفهم. واكل 3 من على كتفي. اكلت كام دلوقتي؟ ولا واحده. يلا واحده. لا ما اكلتهاش، وقعت. كلي انت شبعتي ولا ايه؟ ولا واحده. فاضل 5 ثواني. ها الحمد لله ان انا مش الوقت خلص. اكلتها كام واحده؟ ولا واحده. الا ولا واحده. والله العظيم ولا واحده. الا ولا واحده. اهو 1 2 3 وعلى كتفك 2. انت كده بتصور؟ ايوه بصور. وتقول له قدامهم ولا واحده. انا اتفضحت يا طه. يا جماعه اللي كسب معانا في تحدي اللامه هو يوسف. حسبي الله ونعم الوكيل. والتحدي الثالث هيكون مع استاذ قشطه، والتحدي ده اسمه نشلت يا فالح. والتحدي ده هنقف على مسافه معينه وكل واحد معاه 5 جزرات والمفروض ينشلهم في بق سيد قشطه. دلوقتي هو معانا 5 وحدات، المفروض انشل من هنا ونشوف هنجيب كام واحده. يلا بينا نبدا. بسم الله. افتح يا سيد. يلا سيد. اول واحده جت. ماشي اهو. ثاني واحده جت.
الثالثه جت، الرابعه جت، جت، 4 كده نخش على يوسف. يلا بينا. هم يا جماعه الخمسه بتوع يوسف هيبدا دلوقتي ياكلهم. مش هتكسبنا يا يوسف ما تقلقش. مش احسن انا لما ما كنتش عايز تاكل مني. اقفل على بقك انا سيد. يلا 1 2 3 كده 3 ها 4 تعادل كده. تمشي منها يا حبايبي. دلوقتي يا جماعه جبنا اكل وهنقعد بقى ناكل كده شويه. بنفكركم بالنتيجه ان هي 2-2. ظلم يا جدعان والله يا خمام. يا ابني ظلم ليه يا ابني؟ حسب الله ونعم الوكيل. يا ابني ظلم ليه يا ابني؟ بيدي البونبوني بيبعدوا عن القرد. يا عم يا جدعان ما بعتش حاجه، قلت فلاش باك واحكموا انتوا بنفسكم في الكومنتات. يا جماعه اللي بيقولوا عليا خمام هو اللي بيبعد البونبوني وبيقفل عليه. وكمان في فيديو اللاما لو انتوا بتلاحظوا في التحدي ان انا ما خدتش وقت كامل، طلع بيضحك عليا في الوقت. دلوقتي هناكل كام اكل حيوانات ويلا بينا استنونا في اللي جاي. فرحان يا يوسف؟ فرحان سعيد. مبسوط؟ لا. تاكل ايه؟ بولت وايه؟ وبيبسي. ايوه كده. حسب الله ونعم الوكيل. دلوقتي رجعنا للتحديات وزي ما انتم عارفين ان النتيجه 2-2 تعادل بيننا وبين يوسف. فاحنا بقى هنعمل تحدي فاصل مع اللاما بس هيكون مختلف. كل واحد معاه دقيقه ياكل اللاما اكبر عدد ممكن من الجزر بس بشرط من بقه كده اهو. والتحدي ده هنسميه ايه؟ هنسميه بوس الواوا. بوس الواو. دلوقتي حالا يلا. يا ماما ثلاثة. تعال. 30 ثانية. اسنانها اللي في اسنانها 4 هي اسنانها بالشكل دوت 5 6 7 إلى 10 ثواني 8 9 يلا دي التسعة 9 وقت خلص. قلت 9 يا جماعه. دلوقتي هنخش على دور يوسف نشوف 8 9 وقعت. عملت 8 يا جماعه. دلوقتي هنخش على دور يوسف نشوف هيعمل كام. انا يا جماعه يوسف بيخم لان هو بدا تاني واحد وعرف مين اللي بتاكل وهيبدا كده ياكلها على طول. ماشي هنبدا له هول ستوب واتش. يلا بينا. بدات 1 2 3 يلا اكل الثانيه 4 والله حرام. 5 فاضل لك 20 ثانيه. والله انت ازاي؟ بضحك عليه يا ابني. سيبها يا ابني بتاكل يا ابني. 4 ولا كام؟ 4 معانا الفيديو هنعد في الفيديو. 5 ماشي 6 7 8 ايوه مش عايز كده 9 فاضل 3 ثواني خلاص الوقت انتهى. دلوقتي يا جماعه كده يوسف اللي كسب وكده النتيجه هتكون كام كده يوسف؟ 8 يبقى 3-2 كده. 3-2 وكده يوسف اللي كسب. احضنها بقى. دي اللي كسب. يلا دي كل اليوم. يا جماعه جه دور الاعلان عن الجائزه والكسبان معانا هو الكسبان معانا يا جماعه هو يوسف. والجائزه قيمتها 100 جنيه من العشرات الجديده. دول 500 هنعد له دلوقتي 100. 1 2 3 4 5 وهي 100 واحمد ربنا. 6 7 8 9 10. حرق نار في جتتك. ايش يا جماعه هو اللي كسب. بس عادي انا سبتها له عشان هو برضو ايه يعني الصغير وبتاع. فرحه كداب يا جدعان. فرحوه يا جدعان. بونبوني القرود. فرحوه فلوس حلال فلوس حلال. استاذ يوسف الجمهور عايز يعرف انت عملت ايه عشان تاخد جايزه زي دي. اسبوع باجي هنا اتدرب واكل الحيوانات واجي اسبوع يا بص استاذ يوسف. بص يعني بقالي اسبوع مش بنام. رب تاكلها منك دي. الله يلا. لا الا دول توم في جيبي. دلوقتي بقى يا جدعان هتبدا مغامره ثانيه وهي تاكيل الحيوانات. يلا بينا.
مايا مايا يا لوسي. دلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين هناكل كبش اروى. تعالى يا عم الكبشو، كلها كبش. دلوقتي يوسف هياكلهم مش هتاكل انت. ايوه اديها له يا عم. يلا. حلوه والله، حرام دي. ايوه فعلا صح، عندك حق. ودلوقتي بقى يا جماعه نتفرج على كلب البحر وهو بيعوم من على الزحلقه وينط من عليها. يلا نعدله مع بعضينا 1 2 3. يلا يا كلب البحر اديله ده. انت بتعرف تعوم يا ولد، انت فاجئتني. الله الله. دلوقتي يا جماعه احنا اهو في جبلات القرود. ده القرد الصغير وده القرد الكبير. لما اقول القرد الصغير يجي القرد الصغير، اقول القرد الكبير يجي القرد الكبير على طول. انا عرفت هجيبهم بايه. لا ثواني واحد اموت. انا بحزن لابوه. ما شافهاش. بص ده مش معبرينك ليه كده صحيح؟ عشان مش من نوعهم. عارف انت لو حذفت هو مش ده ابني ولا ده مش شغال ده ولا ايه؟ احنا للزمن اللي الانسان بياكل فيه موز والقرد لا. انت حاسب نفسك مهادم؟ قط مونتاج قط. منتج يا مولو. يلا اديله يا يوسف، اديله القشره. طب كده يلا ده اكلها يا عيني. بياكل القش. ده محترم ده يا عيني. ده جعان. خد يا عم. هو ده بيرضى بقليله. عشان كده بقى انا هاكل الموز. اما اديها ايه ده؟ تاكلها؟ هو بياكل موز؟ يعني اكل القش. كلها كده. بس زعل عشان انت بتاكلها قدام. هنط لي ولا ايه؟ انا باكل انت لا. احدفها له كده اخر حته منها من فوق كده. ارفعها له فوق حتى لو ما نزلتش يقف هو يطلع ياخدها. بس النت مش عايز. ايوه عليك، مش عايز احدف له حته كبيره. والله العظيم يا جماعه ده مجوع. انا بحدف له القشره. طيب هتاكل القشره؟ يا ابني احدفها له. احيه يا عم، احدفها له يا عم. شرف فيهم. احدفها له بالله عليك، حرام احدفها له. لا ايه ده؟ لا لا بس ارد بس ياكلها. قول لهم يشتركوا في القناه. بيفعلوا الجرس. بس يلا تديني القشره انت بس. شكرا جدا. عايز حاجه؟ هتعمل لي فيها خايف عليا؟ ما انت اللي قايل له يحدف القش. دلوقتي يا جماعه بقى هناكل الغزاله. بس زي ما انتم شايفين سبحان الله، بس عينيها عامله ازاي؟ جميله. ايه الاحراج ده؟ هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ خدي انت. طبعا بيتعرفوا على الجزر لاول مره في حياتهم تقريبا. يلا يا وزه. هم جم. قرب عليهم. انزل بقى انا عاد. يلا يا وزه. فكرني بزيزي والله يا جماعه. زيزي مين؟ البطه اللي عندي. زيزي يا ابني. انت يا ابني مفيش. اكل. ايوه يا بط. ايوه. حبه كمان. بص الوز ده ليك، ده مش ليهم اكيد. اكلهم العيش المصري الاصيل. اكلهم بقى. الله واخد ابن اختي معايا. يلا الله. سقفوا له يا جماعه، سقفوا له في الكومنتات. بصوا يا جماعه، هنا الدب الحيران عمال يلف كده حوالين نفسه. بص مراته ايه الجميله، ايه الحلاوه دي يالا. ده انت دب اسود ايه فحمه. دول عايروني وقالوا لي يا اسمر اللوني يا لا. هنا للاسف يا جماعه كان في عطل فني وكان الصوت مش شغال، فاضطريت ان انا اسجله لكم دلوقتي. هنا كنت اكتشفت حيوان غريب قوي. بقول لكم ان ده بيته كبير جدا، وحيوان ده كبير جدا. هنضعه دلوقتي. بص هو وحش كبير هيجي. انا مش عارف الحيوان ده ازاي قدروا يدخلوه لحديقه الحيوان هنا وما يأذيش اي حيوان تاني خالص. ازاي. بص هو جاي بس يعني امسكوا قلبكم يا جماعه، امسكوا قلبكم. حيوان يا لهوي، انا كنت مرعوب منه يطلع لي بره من الحديد ده لو كان طلع لي ده كان ممكن يفترسني. مش عارف ازاي بصراحه مربينه هنا. ربنا يستر على الاطفال. وبس كده يبقى كده خلاص فيديو النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس تعملوا لايك للفيديو ده، وقولوا لنا عجبتكم نوعيه الفيديوهات دي ولا لا، وعايزين منها كتير تاني ولا لا. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. احنا رحنا جبنا نضاره تانيه. احنا ما بنغلبش. انت بتتكلم يا ولد؟ نعم انت بتتكلم يا ولد. لا بكاكب.
احنا ما بنغلبش. مش بتخلي ان انت تبقى شايف اي حاجه خالص. يا نهار اسود. يلا يا جدع. اخس عليك يا ببلاوي، في ايه؟ شفت تمساح؟ يا عم اكلني يا عم، حرام عليك. خلاص خلاص. حلو مد ايدي، لو سحبني راح دخلني جوه. بذبحها يا شريف. سيد قشطه في الدنيا. بص كده خش عليه، خش عليه. بص اكبر سيد قشطه في الدنيا. خش يا جماعه بنفكركم بالنتيجه، والنتيجه هي 2-2 ولا 3-3 ولا كده. كمان عايز تكسب؟ لا ما 3-3 هي. قول السؤال تاني.